الاسم ديالي بوراقي حسن، وكنشكر الاخوان ديال جهه فانتكار السياسيين والسي عبد السلام والسي امين على التواجد ديالهم معنا في هذا المكان الشيق، على اساس انهم يسجلوا واحد المقطع من واحد القصيده جزائريه درت بمناسبه الاحداث اللي عرفتها بلادنا والزيارات الملكيه لافريقيا وعلاقتنا الوطيده مع افريقيا الشقيقه، واختارنا المناسبه ديال مهرجان الفريز باش نحكيو على الاخوان، وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. والقصيده كالاتي: خلاص جينا نشاركوا خونا نعمان وفلاحي الغرب ونحتفلوا جميع بمهرجان الفريز، وبهذه المناسبه الجميله نقولوا كلمات زينه في حق ملكنا حبيبنا العزيز. حبوا يجري في دمنا وما عزتوا لنا اغلى من اللويز. افتخروا بملكنا الله يحفظوا لينا غزا القارات، وفي افريقيا خدم بالرزانه والعقل والميز. وبمعز افريقيا لينا قسمنا معاهم خيرات بلادنا ووصلهم حقهم حتى من الفريز. افريقيا فرحات بخدوم بعودة بلادنا ليهم ونواة الخير، وقات من المغرب الشقيق تجيني التنميه والدوفيز. وبالمشروع الكبير ديال الغاز في نيجيريا شيدو سيدنا ووجد ليه كل ما يخصهم تمويل وتجهيز. وبملكنا حبيبنا الحنين تسوات الوضعيه لكل افريقي وكل لاجئ وبلا تمييز، حيت حنا الخيمه الكبيره اللي جالها راه في القلب وعزيز. افريقيا حلات لينا بيبانها حيت عرفتنا بكلمتنا وفلوسنا في لافاليز. ماشي بحال شي وحدين سنين وهما يكذبوا ما عندهم لا ريال لا دوفيز. حاضين الشيطين والتبرقيق ويديروا خدمة البازاويز. تعجبوا بالتنمية السريعة باش غادية بلادنا، وملي ما فهموا والو قلبوها تحنزز. ولكن بأفكار سيدنا ولا كل شيء يهتف ويقول مرحبا بك يا ملكنا يا العزيز. رفعتي راسنا بلا كوب 22 العالم تعجب وقال منين جابوا هذا التجهيز. نساو بأن المغربي قادر يخرج من الحجرة اللويز ويستثمر في أبعد نقطة في إفريقيا ويجيب الدوفيز وينافس أوروبا في الفلاحة والطوناج في الفريز. وينظم أكبر تظاهرة بلا دفيع ولا دبيز. والحمد لله بالهنا اللي عطانا وخير علينا، ما عمرنا حسينا بلا كريز. الحاضر واكل شارب وناعس مهني وعزيز. وكنشكركم مرة أخرى على التواجد ديالكم في هذا المكان، ونتمنى إن شاء الله القصيدة تكون نالت الإعجاب ديال المستمعين. وحنا الحمد لله كل مناسبة كنوجدوا لها جديد، ونتمنى لهذا المهرجان الشيق مهرجان الفراولة المعروف على الصعيد العالمي، يعني تحضره مجموعة من القنوات من بينها قناة فانتكار جهة فانتكار، يعني نظرا للسمعة الشاسعة والسمعة الطيبة لهذا المهرجان. وكنهنيو الفلاحة ديالنا بأنهم هذه السنة داروا واحد المنتوج في المستوى، منتوج اللي حضر في السوق ومنتوج اللي نفس يمكن نقول نفس أوروبا، وكنعاودو نشجعوهم أنهم يتهلاو في هذه الفراولة لأنها فاكهة موسمية جميلة، فاكهة تتميز بها المناطق ديال الغرب. وشكرا للجميع.